مساء الخير على صديقنا العزيز. من وقت قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي وهي دايما عينيها على مصر وخصوصا أرض سيناء، وده مش كلام جديد، وكان واضح في مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 وبعدها في احتلالها لسيناء سنة 67. وثائق بريطانية أكدت الكلام ده وقالت بوضوح إن سيناء عمرها ما خرجت من خيال الإسرائيليين بعد ما انسحبوا منها رسميا سنة 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد. الوثائق دي واللي نشرتها البي بي سي قالت إن سيناء كانت بالنسبة للإسرائيليين مش بس ساحة حرب، لأ، دي كانت ملعب ومتنفس ومشروع زراعي وحلم سياحي وامتداد طبيعي لإسرائيل الضيقة. يعني كانوا شايفينها مخرج للحياة اللي مش قادرين يعيشوها في الأرض اللي محتلينها. الوثائق قالت كمان إن لما الإسرائيليين احتلوا سيناء سنة 67، أول حاجة عملوها إنهم دخلوا بعساكرهم ودباباتهم بأعداد أضعاف اللي كانت موجودة من الجيش المصري، وخلوا سيناء كلها ساحة تدريب، وكأنهم مش ناويين يخرجوا منها وبقت بتاعتهم خلاص. وبعد حرب أكتوبر واتفاقية كامب ديفيد اللي وقعها السادات معاهم، كان في جدل جوه إسرائيل عن الانسحاب الكامل من سيناء، وانتشرت مشاهد لمستوطنين رابطين نفسهم في مستوطنات سيناء ومش عايزين يسيبوها. وظهرت أصوات إسرائيلية بتقول لازم نحتفظ برفح علشان نفصل غزة عن مصر، ونمنع إن غزة تبقى خنجر في قلب إسرائيل زي ما بيقولوا. ومش بس كده، دول كمان عملوا مستوطنات زي يميت وكان فيها 1500 مستوطن يهودي. واللي ما يتنسيش إنهم شردوا 12 ألف بدوي من رفح من أراضيهم اللي كانوا عايشين فيها، وطردوهم من مساحة بتقرب من 5000 كيلو متر مربع. وده مش كلام خيال، دي من وثائق السفارة البريطانية. طب إيه الهدف؟ ببساطة كده صديقي العزيز، إن إسرائيل دايما شايفة إن وجود مصر على حدودها تهديد، وإن سيناء منطقة فاضية وسهلة ممكن العدو يدخل منها. فعشان كده دايما بتبرر احتلالها ليها بإن ده دفاع عن النفس، وإن لازم تفضل سيناء منزوعة السلاح. وده فعلا اللي حصل في اتفاقية كامب ديفيد، واللي خلت سيناء من غير جيش مصري حقيقي يحميها. يعني لو فرضنا مثلا إن مصر حبت تتحرك عسكريا ناحية سيناء، مش هتعرف تعمل كده، لأن المسافة كبيرة من قناة السويس، وسيناء فاضية ومفيش تحصينات دفاعية، وإسرائيل عندها تفوق جوي مضمون في شرق سيناء. يعني أي تحرك مصري هيتكشف من بدري وهيتاكل في الطريق. والخطر الأكبر بقى هو في عقلية المستوطن الإسرائيلي اللي شايف سيناء من حقه. اسمع مثلا الجملة دي: سأعطي نسلك هذه الأرض من وادي العريش إلى النهر الكبير. ده نص توراتي بيؤمن بيه كتير من الإسرائيليين، وبيتقال في خطابهم ودراستهم، وعلى أساسه بيطالبوا بتحرير سيناء كلها لحد نهر النيل، باعتبار إن دي أرض إسرائيل الكبرى. يعني مش بس احتلال، لأ، دول شايفين إن دي أرضهم أصلا، وإننا إحنا اللي محتلينها. وفي خطبة شهيرة لحاخام إسرائيلي قال بالنص كده إننا لازم نكمل تحرير أرض إسرائيل في الجنوب لحد نهر النيل. ودي كانت ندوة حضرها عساكر وحكومة وكنيست، يعني مش كلام فاضي، ده תפקיר دولة. אנו נמצאים בימים בהם נפתח פתח עצום להמשך גאולת ארץ ישראל בדרומה של הארץ, בעזה ובבנותיה. ואין ספק שצריכים אנו להתפלל ולעשות הכל שנזכה לשחרור כל חבל סיני עד נהר מצרים. חבל ארץ זה הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל וקדוש בקדושת ארץ ישראל. ومن فترة كمان انتشر فيديو لسائح إسرائيلي بيتحرش ببنات مصريات في سيناء، ولما واجهوه قال بمنتهى الوقاحة: أنا واقف على أرض إسرائيل وأعمل اللي أنا عايزه. ومحدش عاقبه ولا حتى اتكلم. كل اللي حصل إنهم رحلوه لبولندا، مع إنه كان المفروض يتحاكم ويتحبس. بس العلاقات بين السيسي وإسرائيل هي اللي بتحكم. ده غير البادج اللي ظهر على كتف جنود إسرائيليين بيحمل خريطة إسرائيل الكبرى اللي بتضم أجزاء من مصر. يعني الموضوع عندهم عقائدي. طيب ليه بنقول الكلام ده دلوقتي يا صديقي العزيز؟ لأن حاليا وسط الحرب المشتعلة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، لازم نعرف إن مصر مش بعيدة عن الحرب الدايرة، ولازم نكون مستعدين لأي تدخل إسرائيلي في مصر. يا ترى إيه تأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على مصر؟ وليه لازم نشجع إيران في الحرب دي؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحياة. أهلا بيكم. أسبوع مر على الحرب الإيرانية الإسرائيلية،
اللي محدش عارف نهايتها هتكون إمتى وإزاي. وهل هتنجح إسرائيل في القضاء على النظام الإيراني، ولا نتنياهو بالجبهة اللي فتحها في إيران بيكتب نهايته، ويمكن دي تكون نهاية دولته؟ خليني أقول لك صديقي العزيز إن إسرائيل من ساعة ما خدت الضوء الأخضر الأمريكي وقصفت إيران وهي بتتكبد أكبر خسائر في تاريخها في كل النواحي والأصعدة، ولأول مرة نشوف مشاهد الدمار في الأراضي المحتلة اللي صحفي إسرائيلي شبهها بمشاهد الدمار في خان يونس، بالإضافة للرعب اللي عايش فيه المستوطنين اللي حكومة الاحتلال قفلت عليهم المطارات علشان ما يهربوش من البلد. فما كان منهم إلا إنهم بقوا يهربوا من البحر المتوسط على قبرص، أو يدخلوا سينا ويهربوا منها على القاهرة، ثم طيارتك الجميلة واهبق على أوروبا. ده العمر مش بعزقة برضه. والكلام ده مش كلام أنا الحقيقة، دي تقارير اتنشرت في وسائل إعلام إسرائيلية اتكلمت عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر. طيب حد هيجي يقول لي يا عبد الرحمن، ما الصواريخ الإيرانية بتقل ومش بنفس عدد الأيام الأولى وشكلها كده هتبقى ملهاش لازمة؟ خليني أقول لك يا صديقي العزيز إن دي سياسة بتستخدمها إيران بتحمل رسائل محددة. يعني أولا عشان توفر صواريخ لأطول فترة في الحرب وما ترميش كل أوراقها. ثانيا في الغالب الدفعة الأولى اللي أطلقتها كانت صواريخ قربت صلاحيتها تنتهي، فقالت تخلص منها ويكون رد لحظي على استهداف القادة الإيرانيين اللي اغتالتهم إسرائيل. ثالثا هي رسالة للنظام الأمريكي إن إيران عندها استعداد توقف الحرب وتقعد على طاولة المفاوضات وتعقد صفقة. ورابعا هي إنها تخلي إسرائيل دايما عايشة في حالة رعب وقلق، والمستوطنين مش عارفين يطلعوا إمتى من الملاجئ. الصواريخ نازلة على المستوطنات صبح وليل وبتحذير ومن غير تحذير، يعني بمعنى أصح كده بتستخدم مع إسرائيل نفس السياسة اللي عملتها في غزة، فهم دلوقتي بيدوقوا من نفس الكاس. خامسا وهي إنها تنتقي أهدافها وما تكونش عشوائية، وتكون موجهة لأهداف نوعية زي مقرات الموساد والاستخبارات ومصافي البترول ومراكز الأبحاث وهكذا. وعشان كده هتلاقي في اليومين اللي فاتوا دول إنهم بيستخدموا صواريخ جديدة قوتها التدميرية أكبر زي صاروخ فتاح الفرط الصوتي، واللي إيران أعلنت إنه قادر على حمل رؤوس نووية في تهديد واضح لأمريكا والاحتلال. آخر حاجة هي زيادة استنزاف إسرائيل وقبتها الحديدية والصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية اللي بيوصل تكلفة اعتراض صاروخ واحد من 100,000 ل5 مليون دولار حسب نظام الاعتراض. وده طبعا بيحط نظام ترامب في ورطة، اللي جاي الحكم بشعار أمريكا أولا، وحاليا بقت إسرائيل أولا، وبقت تستنزفه ماديا وعسكريا، وإن كانت هي الحليف الأهم في الشرق الأوسط. طب خلينا نرجع لموضوع الحلقة. إيران وإسرائيل وقعوا في بعض والحمد لله، الضغط والقصف هيقلوا شوية عن إخواتنا في غزة. إيه بقى اللي مضايقك يا عم عبد الرحمن؟ ما مصر بره اللعبة أهو. الحقيقة يا صديقي العزيز إن الحرب دي ليها تأثير كبير ومباشر على مصر وعلى جميع الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الاستراتيجية وكل اللي نفسك فيه. وخليني أقول لك إزاي. أولا على المستوى الاقتصادي، وأول رد فعل حصل كان في البورصة المصرية اللي خدت ضربة قوية وخسرت في يوم واحد أكتر من 90 مليار جنيه، يعني حوالي 1.8 مليار دولار طاروا من السوق في سحابة دخان الحرب. وطبعا كل ده بسبب حالة الذعر والبيع العشوائي من المستثمرين اللي خافوا من تأثير الحرب، ده غير التأثير على الجنيه اللي خسر قدام الدولار ونزل من 49.71 ل 50.20 في أيام معدودة. وده طبعا معناه ضغط جديد على الأسعار، والمواطن هو اللي هيدفع. اللي زود الطين بلة هو ارتفاع أسعار النفط عالميا، وكل ما برميل البترول يزيد دولار واحد مصر بتدفع حوالي 4.5 مليار جنيه إضافية في الموازنة، وده بيحط عبء جديد على دولة أصلا بتستلف عشان تمشي يومها. والسيسي في الآخر هيشيلها للمواطن عديم التقشف وهيقول له خد ادفع، لو معايا أديك من عيني. كمان التأثير على قطاع السياحة زي ما حصل في تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير اللي كانت الحكومة معتمدة عليه عشان يشد سياح من كل حتة، وده معناه خسارة مورد مهم للنقد الأجنبي في وقت حساس جدا. كمان الخوف من إغلاق مضيق هرمز لو إيران قررت تستخدمه كورقة ضغط، معناه إن قناة السويس ممكن تتأثر، واللي هو واحد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلد،
غير التوترات المستمرة في البحر الأحمر واللي أثرت فعلا على مرور السفن مؤخرا. يعني السياحة وقناة السويس اتضرب، ودول أهم مصدرين للعملة الأجنبية في مصر. من ناحية تانية الحرب أثرت على واردات الغاز الإسرائيلي لمصر، فاضطرت الحكومة تشوف بدائل لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع، واللي ممكن يوصلنا لتكرار تخفيف الأحمال والناس ترجع تعاني من قطاع الكهرباء في عز الصيف. وده اللي حذر منه مدبولي من يومين وطالب الناس بالتقشف. تخيل كل ده يا صديقي ولسه بنقول يا هادي، وكل الموضوع كام صاروخ والدنيا لسه ما سخنتش. أما التأثير العسكري فده قصة تانية لوحده، وإن كنا لسه ما حسيناش بيه زي التأثير الاقتصادي. ولكن خليني أقول لك إن السيسي بين نارين، إيران وإسرائيل. فهو رغم علاقته وتطبيعه غير المسبوق مع إسرائيل، لكن الجيش عارف إن إسرائيل تبقى العدو الأول، وعارف أطماعها في سيناء وتاريخها الأسود. فعشان كده مصلحته مع إيران. لكن طبعا السيسي مش هيقدر يغضب إسرائيل وأمريكا أو يخاطر بالكرسي بتاعه. ده غير إن إيران ورغم اختلافنا معاها في كتير من المواقف زي تأييد بشار الأسد وقصف السوريين في الثورة، لكن تبقى من ضمن خطوط الدفاع عن مصر. ولو انهزمت فغطرسة إسرائيل وأمريكا هتزيد في المنطقة، وهتشوف باقي الدول اللي ممكن تهددها مستقبلا، والأكيد على رأسهم مصر، خصوصا وإنها مش ضامنة بقاء السيسي في السلطة للأبد، وهتخاف من أي ثورة أو تحول مفاجئ وممكن تقوم ببعض الخطط في سيناء. وعلى المستوى السياسي فالسيسي كمان أسهمه قلت بين كتير من مؤيديه بسبب موقفه المتخاذل من الانتهاكات الإسرائيلية على حدود مصر وقتلها لمجندين واحتلالها المحور فيلادلفيا وغيره كتير. وفي نبرة شعبية حاليا بين المصريين فرحانة ومؤيدة للقصف الإيراني على الأراضي المحتلة، والناس ابتدت تتعاطف مع إيران بشكل واضح على السوشيال ميديا. فلو جت أمريكا ضربت إيران فهيكون في غضب في الشارع المصري، والسيسي طبعا بيخاف من أي تحرك. وعلى المستوى الجغرافي فمصر طبعا هتتأثر بأي ضربة نووية من إيران أو أي تسريب في المفاعل النووي بسبب القرب من الأراضي المحتلة. ده غير تأثيرها بحركة النزوح اللي ممكن تحصل من داخل الأراضي المحتلة. طيب نيجي للسؤال التاني اللي سألناه في المقدمة، ليه مصر لازم تشجع إيران في الحرب دي؟ طبعا لكسر البلطجة الإسرائيلية في الشرق الأوسط زي ما عملت في غزة واليمن ولبنان وسوريا، وبقت داخلة خارجة بحماية أمريكية ومحدش بيقول لها بتعمل إيه. ثانيا عشان الحرب دي ما توصلش لمصر بأي شكل من الأشكال في ظل ظروف اقتصادية صعبة معيشنا فيها السيسي، وبقت الدولة بتتأثر بأي حاجة بتحصل حواليها، وبقى المواطن مهدد دايما بالفقر والظلام. تالت حاجة، كل مرة إسرائيل تعمل عدوان في غزة أو سوريا مصر بتلاقي نفسها في موقف محرج، لا عايزة تخسر حماس ولا تزعل أمريكا، وفي الآخر بتضطر تبقى سايبة الأمور تمشي. إنما لما إيران تضرب إسرائيل وتكسر شوكتها ده هيريح مصر من وجع دماغ كبير اسمه تفوق إسرائيل العسكري والسياسي، وهيخلي الكيان يعيد حساباته. رابع حاجة إن إسرائيل عمرها ما هتبقى حليف لمصر، وهتظل العدو والخطر الأول من على حدودنا، والتاريخ بيننا بيشهد على ده. فأي دولة بتعادي إسرائيل لازم نؤيدها ونكون معاها. آخر وأهم حاجة، فاللي بيحصل في إسرائيل اليومين دول بيشفي صدور كتير من أهالي غزة، خصوصا مشاهد الدمار. وإحنا أي حاجة تبسط إخواتنا في غزة فإحنا بنأيدها. وأخيرا إحنا مش بنقول نحارب مع إيران ولا نقف جنبها رسميا، لكن على الأقل ما تبقاش ضدها وما تتمناش ليها الهزيمة، لأن لو إسرائيل كسبت إحنا اللي هنخسر. وزي ما بيقول المثل، عدو عدوي يبقى صديقي. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.